مساء الخير يا قط. خلوصي بتبيني بالرخيصه رخيصه يا فكه. جرى يا خلوصي، انت عامل لي فيها مخبر وبتتجسس عليا. ما هو ده ليه؟ عشان عجنك وخبزك وعارف انك تربيه وسخ. راهنت نفسي انك هتبيعيني، وايه اللي حصل؟ لعبت معايا الدنيئه وبعتيني. انا ما قلتش حاجه. ولا هتلحقي تقولي حاجه يا روح امك. انت بتهددني يا خلوصي. وسيح دم امك يا روح عين ام خلوصي. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ عايزك تلم روحك وتحط لسانك جوه بقك بدل النفس اللي خارج ده ما يلاقيش مكان يرجع له تاني. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ بس عليك يا خلوصي، زمانتك بريزه. ما عشان انت باريزه وانا خلوصي ما ينفعش نلعب مع بعض اللعب الوسخ الشمال ده. الواد ده زبوني وانت عارفه اللي بياخد مني زبون ولا بيطلع له شمس ولا قمر. طب بقول لك ايه، تعالى ندخل جوه. انت تعالى عايزه تسلميني؟ يا اخويا مفيش حد جوه، يلا. ادخلي قدام. بقى انا عمري طلعت عن دورك يا خلوصي. ولا تقدري بس فكرتي والحمد لله ربنا سلم. بس خدي بالك بقى الموضوع ده لازم نخلص منه. تسلميني الواد يا روح امك وتاخدي نفحتك وخالتي وخالتك وتفرقوا الخلايا. طب انا مش ضمني ان انت هتسيبني في حالي. اسيب مين يا باريزه؟ ده انا الملك بتاع الكتابه، يعني في قفا بعض طول العمر. ايوه كده، عقلك في راسك تعرفي خراسك. مبقاش فيها كلام يا عمر. عايزه تسيبيني يا لمار؟ انت اللي سبتني بعمايلك يا عمر. عمايلك ما بقتش فاهمها خالص، والغازك اللي كترت قوي، وبعد اللي شفته النهارده ما بقاش ليها مكان في بيتك يا عمر. انت فاهم غلط، مفيش حاجه حصلت اصلا. وانا مش هستنى لما يحصل على فكره. استنى، الموضوع كله سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ عايزني اشوفها فوقك وتقول لي سوء تفاهم يا عمر؟ يا حبيبتي دي كانت جايه تحذرني من ناس ناويين يأذوني. كفايه بقى، كفايه تضحك عليا بالكلمتين دول. انا هضحك عليكي ليه؟ حبيبتي انا هضحك عليكي، انا عمري ما ضحكت عليكي ولا بفكر اضحك عليكي. انا بقول لك الحقيقه ولازم تصدقيني. لحد كده وكفايه يا عمر، كفايه. لمار انت كده بتخربي على نفسك وبتخربي بيتك بايدك، ومفيش داعي لكل ده، بلاش هبل. لمار انا بكده بحترم نفسي يا عمر. لمار 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت واخده شنطتك كده ورايحه على فين؟ ها؟ مالك؟ لمار هو في ايه؟ انت فاكراني هبوس ايدك ولا هجري وراكي؟ مع السلامه، اعملي اللي انت عايزاه. في يا عمر عيب والله العظيم اللي بيحصل ده، ما تهدى شويه. خلاص يا بنت انت كمان، خلاص يا بنت. طب ماشي يا لمار، توحشين. باي باي يا حبيبتي، باي. مع السلامه يا هانم. حاجه تعرف. شك 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 شك، خنقتيني خلاص. صوتي اتنبح وانا بقول تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله. اخوكي فين؟ اخويا؟ ايوه حسام، بكلمه بيردش عليا. وانت عايزه ايه من حسام؟ يا ستي مش وقت، قولي لي هو فين، انا عايزاه ضروري. هو انت مخبيه حاجه عليا عارفه؟ يا ام الرغي بتاعك يا يارا، ما تردي عليا، هو فين؟ ما اعرفش، لما نزلت من البيت ما كانش موجود. ماشي انا ماشيه. استني ايه؟ نعم. انت رايحه فين؟ هدور عليه، ما انا لازم الاقيه. عارفه ايه الجنان ده؟ يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي يا حبيبي؟ طول غيابك ليه؟ انت بتنده قطه، انت بتنده قطه، مش عمال انده لك عشان تجيلي. عمر انت ايه اللي جابك هنا عندي؟ عندك فين؟ ده انت اللي جاي عندي. تعالى تعالى، عايزك يا اخي ما تضيعش الكاسين اللي في نافوخي بقى. كاسين ايه وهباب ايه؟ تعالى شوف المصيبه اللي انت بلتنا بيها الاول. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ الزفته اللي انت اتجوزتها. اتجوزتها؟ وانا اتجوزت امتى؟ نعم. انت فوق اتجوزت ولا ما ايوه اتجوزتش؟ ايوه افتكرت انا اتجوزت. الزفته خلت لمار تهج وتسيب البيت. رمار مين بس؟ لمار مين؟ انت هتفوق
ولا ارزعك حقنه فوقك بيها؟ رمار ايوه مالها رمار؟ انا قلت لك قبل كده ان البت باريزه دي مزقوقه وانت ما صدقتنيش. مزقوقه من مين؟ مش عارف، انما هموت واعرف. وانا كمان عايز اعرف لما هي مزقوقه وقعت قوم معايا. على فين؟ معايا. على فين؟ معايا. هتروح فين؟ هروح الجناح عندك. طب ما انت عندي دلوقتي. انا عندك هنا؟ هنا احنا عندك؟ هنا احنا عندك؟ نروح امشي قدامي، رايحين عندك. هنا احنا عندنا. يعني هنروح عندك انت؟ هنروح عندنا عندنا، امشي قدامي. مكان هنا كويس. غزال مش موجودة يا عمر، وكمان خدت هدومها. ايه يعني هربت؟ طفشتها يا سي عمر. طفشت مين انت كمان؟ هي دي بتطفش؟ البت دي وراها بلاوي ولازم اعرف مين اللي وراها. حرام عليك يا عمر. عملت ايه بس خليتها تسيبني وتمشي؟ كانت مونساني. عملت ايه فين؟ بقول لك البت دي وراها بلاوي. بلاوي يا راجل حرام عليك. بلاوي انها بتونسني. لا حول ولا قوة الا بالله. مفيش فايدة، مفيش فايدة فيك. انت فين يا غزال؟ رحت فين وسبتيني لوحدي؟ ده انا ما صدقت لقيتك وبقيت معايا وبقى في ونس ليا. خلاص كلكم سبتوني. تاني في الشارع لوحدك يا باريس، زي ما يكون مكتوب عليكي تترمي من شارع لشارع، ومش مكتوب لك 4 حيطان يداروكي ولا ظل راجل يحابي عليكي. ومن تاني يا باريسة الدنيا هتفكي فيكي حتة حتة وتشد من بقك كل حلو قبل ما تدوقيه. ايوه كنت متأكدة ان انا هلاقيك هنا. في ايه يا عفة؟ مالك؟ مالي؟ ما بتردش ليه عليا يا حبيبي؟ تتهرب مني ليه يا حسام؟ مفيش يا عفة والله، اصل انا مشغول بس شوية. مالك يا حسام؟ هو انت مش عايز ندخل ولا ايه؟ لا يا حبيبتي والله مفيش حاجة. انت في ايه؟ تعبانة؟ مالك يا حسام مش على بعضك؟ انا عايز افهم، في حاجة معينة؟ لا حسام في ايه يا حسام؟ مين دي يا حسام؟ ما تقول لها مين دي يا حسام؟ عفة من فضلك نتكلم بعدين. بعدين فين يا حبيبي؟ ما خلاص، ما كل حاجة بقت باينة اهي زي الشمس. سماح خش اقعدي على السرير. خشي جوه الأوضة يلا. ليه تدخل جوه؟ خليها، انا عايزاها تتفرج، ما الليلة الفرجة ببلاش. خش يا بنت جوه، خش انت، خش يلا. يا عفة مش هينفع كده، انا تعبان، انت مش فاهمة حاجة. انا فعلا ما كنتش فاهمة حاجة، عشان صدقت واحد زيك. غفلتني وضحكت عليا واشتغلتني بكلامك وبمبادئك الفظيعة الجبارة، وفي الاخر اتاريك رابطني زي الطور اللي في ساقية وانت بتجره. وفي الاخر لما عرفت ان في بطني خصتك انت مش حد تاني، هربت مني زي الجبان. عفة ما تنسيش نفسك. لا يا حبيبي، وانا لسه هنسى نفسي؟ ما انا نسيت نفسي معاك مرة واثنين وثلاثة وعشرة. خلتني زي ضلك، بغبغان بيردد كلامك مش اكتر. عروسة حلاوة، وقت ما تحب تاكل منها بتغرف، لما بتزهق بتكسرها. وكل ده عشان ايه؟ عشان غريزتك القذرة. يلا يا بنت بره بره يا بنت. ده ارخص بني ادم انا عرفته في حياتي. روح ارمي بالك على حد غيري يا عفة. بس بقى. ايه ده؟
مين اللي بيخبط دلوقتي؟ مين اللي هيجيك الحين؟ ما اعرفش، ادخل جوه لحد ما اشوف مين. افتح انت الباب، انا جالس في مكاني. في يا متعب مالك؟ انت بتشك فيا ولا ايه؟ بقول لك خش جوه. بقول لك انجزي، روحي شوفي مين. هنجز، امسك. هاتي هذا. يا نهار اسود، يا لمار قوم، لمار قوم بسرعه. يا لمار، هو ايش اللي جابها ما الحين؟ اعرفش، اتفضل خش جوه. لو اتاخرت نط من الشباك زي المره اللي هي فاتت. ظابطه حالها علي. ما اعرفش، يلا ادخل مش وقته. يا نهار اسود. ايوه لمار. معلش انا اسفه يا سلمى، جيت لك من غير ما اكلمك، بس اصل انت عارفه انا ماليش في الدنيا دي كلها غيرك. ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ وايه الشنطه دي؟ اصلا انا سبت البيت، هقعد عندك كام يوم. لا يا سما، لا انت اكيد بتهزري. طب وعمر يعمل كده ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اكيد طبعا حالته زي الزفت دلوقتي، مش كده؟ طيب اقفلي وانا هتصرف. اقفلي بقى، بطلي رخامتك دي. يلا باي باي. يلا يا غازي قوم معايا. على فين؟ لازم ارجع مصر دلوقتي حالا حالا. ايه يا غازي انت بتبصلي كده ليه؟ اهدي بس وفهميني في ايه؟ حصل حاجه لحد من اخواتك؟ ايوه، عمر اتخانق مع لمار وسابت البيت ومشيت. وده بقى السبب اللي انت مخلينا ننزل عشانه؟ امال ايه؟ عمر اخويا حالته اكيد زي الزفت ولازم انا انزل عشان اقف جنبه. طب ما عنده سما وعم حافظ. سما وعم حافظ بذمتك دول حد يعتمد عليهم؟ انا لازم اكون جنبه وما اسيبش اخويا في موقف زي كده ابدا. خلاص يا ستي، نكلمه في التليفون ونطمن عليه. تليفون ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ لا طبعا انا لازم اكون جنبه عشان اعرف كمان ايه اللي حصل. هيكون ايه اللي حصل يعني؟ مشكله زي اللي بتحصل ما بين اي اتنين وشويه وهيتصافوا. كون ان سما تقول ان لمار سابت البيت ومشيت يبقى اكيد حصلت مشكله كبيره جدا. كبيره ولا صغيره؟ ده مش مبرر يخلينا نسيب شهر العسل وننزل بالشكل ده. يا غازي انت اكتر حد في الدنيا عارف عمر بالنسبه لي ايه. عارف يعني لما عمر يكون تعبان او في مشكله او في محنه وانا مش معاه، انا ممكن يحصل لي حاجه. احنا كمان عرسان جداد ومن حقنا نعيش يومين. خلاص خليك انت عيش اليومين وانا هروح الم هدومي. استني هنا. يعني ايه تروحي تلمي هدومك؟ اي ايه ده؟ غازي احنا وسط ناس. وانا جوزك وكلمتي هي اللي هتمشي. واخويا في مصيبه. جوزك ولا اخوكي؟ لا ما تحطش نفسك في الكفه دي عشان ما اظلمكش. ده انت لو عايزنا نكمل او نعيش مع بعض. كل ده عرفته امتى وازاي؟ يوم الجواز وبعد كتب الكتاب. وازاي وافقت على الجوازه من اصله؟ ليه ما منعتهاش؟ كان صعب قوي اكسر فرحتها، صعب جدا. يا عيني تاريخ، كنت مبلم زي اللي واكل سد الحنك. شفت الهنا اللي انا فيه؟ شفت الهنا اللي انا فيه؟ من ناحيه مصيبه تينا وجوازها، واخد بالك؟ من ناحيه تانية لمار اللي هجت وسابت البيت. من الناحيه التالتة باريزه هانم فكه والناس اللي عايزه تاذيني. طيب كل ده وانا تايب، كل ده وانا تايب. امال لو مش تايب بقى؟ لو مش تايب بقول لك ايه، سيبك من دول وخليك معايا. طب باريزه مشيت ليه ما دام كانت ناويه تحكي لك؟ ده لغز تاني ومحيرني وبرضه مش لاقي له حل. يمكن خافت او حد مهددها، ويمكن بتلف لفه عشان تعمل لي مغرز جديد. لا يا عمر ما تظلمش باريزه. لا والله، لا بجد، لا اطلع من دول، اطلع من دول. انت عارف دي كانت بتشتغل ايه؟ لا يعني بتشتغل ايه يعني؟ لا حول ولا قوه الا. يا عم فوق وارحمني، فوق بقى وارحمني. يا عم مش مهم اعرف هي بتشتغل ايه، المهم هتعمل ايه في المصايب اللي حاطه على دماغك دي؟ دبرني. مش انت كبرنا برضو؟ مش انت كبرنا ولا انت ضيف شرف في الفيلم دوت؟ لا ضيف شرف ايه؟ كنت عايز اشتغل فيه بس فيلم ماسخ دمه تقيل، فيلم اسود في اسود، وبعدين كل عقده فيه بشنيطه محطوطه فوق دماغك. لا نورت المحكمه، لا اضفت، لا كده انت اضفت بجد، اضفت. عايز حل يا رب. ده انا تايب،
استقامة. عشان كده ربنا استجاب لدعائك ومعايا. انت بتتكلم بجد؟ ايوه. لقيت حل. ايوه لقيت حل. لقيته. احمدك يا رب. قول لي. يلا مع بعض. لا قول لي والنبي. اقول لك هناك. طب قول لي هنا، انا مش قادر. ايوه عمي. هنروح مصمت أكلة كوارع ترم عظمنا. أكلة كوارع ترم عظمنا، هو ده الحل؟ من وجهة نظري. من وجهة نظرك ناكل كوارع تحل ترم عظمنا. تبنا إلى الله. تبنا إلى الله. عمر كتف ايديا وربط رجلي وكمم بقي ورماني في بحر غويط لحتى ما سابليش اخر نفس الحق روحي بيه. دوقني طعم حب كنت محوشه له كل حاجه حلوه فيا، لهاني بشك وحيره وحاجات كتيره قوي لحد ما دخت منه وقعت، وفي الآخر صحاني على هدى معتبر. محتاجة له عمر تاني علشان أقدر أفوق منه. مش يمكن يكون مظلوم فعلا وانتي فهمتي الموقف غلط؟ الست ممكن تفهم أي حاجة في الدنيا غلط إلا مشاعر جوزها ناحيتها أو ناحية واحدة تانية. كان لازم تديله فرصة تانية برضه عشان يوضح لك هو عمل كده ليه. فرصة؟ الفرصة دي أنا اديتها له بدل المرة 10. أول مرة لما وافقت إن احنا نتجوز بالسرعة اللي هو عايزها، وتاني مرة لما كنت بصدقه في كل موقف كان بيحصل يبررهولي. بس للأسف لا المواقف بتخلص ولا مبرراته بقت تقنعني. تحولت الحكاية كلها لتنازلات، تنازلات كتيرة قوي كل يوم عمال بتزيد قوي يا سلمى. لمار، دموعك دي بتأكد لي حاجة تانية خالص. انتي مش بتحبيه بس، انتي بتموتي فيه. الدموع اللي انت شايفاها دي عشان أول مرة في حياتي أحس بالإهانة. اهي من امبارح كده قافله الاوضه عليها وهاتك يا صلاه وقرايه قران، مش عايزه اتكلم حد. سيبيها على راحتها. راحتها ده ايه؟ هي كلهم بحال. السلام عليكم. السلام عليكم. حرما يا بنتي. جمال، اظن ان ابسط حقوقي لما في اوضتي لما حد يدخل يخبط الاول. بليز وحياتك قبل ما تعلمينا الحقوق والواجبات فهمينا الاول انت حكايتك ايه بالظبط. فوفا انت كنت بتعيطي؟ ارد على اني سؤال فيهم. يا بنتي احنا عايزين نطمن عليكي. اوعي تفتكري ان انا نسيت موضوع المستشفى وعديتهولك، انا لازم اعرف كل حاجه. الله اكبر. والنبي يا عم خد لك واحدة عشان خاطر ربنا. طب علشان خاطر الست امشي يا بنت من هنا الله يسهلك. امشي. كاك وجع في بطنك. انت يا بنت تعالي تعالي اقعدي هنا. خدي لك واحدة عشان خاطر ربنا. سيبك يا اختي من الاسطوانه دي. انت اسمك ايه؟ وردة. ده بجد ولا بحركات؟ ولا أكل عيش. خدي. ايه ده؟ 10 جنيه؟ أنا ما معيش باقي.
ومين يا اختي قالك ان انا عايزه باقي؟ كلي عيش يا حبيبتي، روحي كلي بيهم عيش. انت اسمك ايه؟ باريزة. بجد ولا حركات؟ كله اكل عيش. قومي يا بت، قومي كلي. خدي دي عشان باريزة باريزة. رف رف يا رف. مرتضى ايه؟ خنوسي انت اللي جابك هنا؟ انت عرفتني ازاي يا بروف؟ ده انا متخفي ونضاره ومكلف حاجه. تخفي ايه يا راجل؟ ما هو في يافطه على صدرك. دي كوموفلاش يا بروف، وبعدين انا مأمن الطريق كله اندر كنترول، ما تقلقش. اندر كنترول ايه؟ انت اتجننت؟ تيجي لغايه مكتبي؟ ارجنت، امر ارجنت جدا يا بروف. ايه اللي رماك على المر يعني؟ مر وارجنت؟ استنى هنا استنى. عصب يا بروف، سهل نفسه. استغفر الله العظيم. انا قلت لك ما تخافش يا بروف، انا مأمن. انا خلوصي كله، خلوصي قول. ماشي اقول. قول بقى الارجنت اللي انت جاي عشانه. البت باريزة كانت هتقلب الترابيزه وهتجيب الموضوع شات داون. ازاي؟ فاكر من اخر مره قعدنا معاها شميت انا كده منها ريحه وسخه. ايه ما كانش غسله رجليها؟ مش ده القصد يا دوك، ريحه غدر. لبت لها زي الله وقعدت وراها لقيتها قافشه في رقبه الدكتور عمر صاحبك ده وعايزه اطبخ له بالكلمتين. قالت له حاجه؟ ما يبقاش قلبك خفيف كده يا بروف، خليك معايا الاخر بس. هوب كلوب لقيتني في وشها على طول، كشمت لها اتلمت. بس انا قلت كده يعني يا امن روحي واحكي لك برضه على اللي حصل. بقول لك يا خلوصي انا قلقان للبت دي تبوظ لنا كل حاجه. لا يا بروف، انا مش عايزك تقلق من الموضوع ده خالص. وبعدين يا بروف انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. البت دي تربيتي اي نعم تربيه وسخه، بس بشويه فلوس كده تيجي تحت بطني على طول. تعبيط ياض ولا ايه؟ انت هتشتغلنا يا خلوصي؟ حاشا لله يا بروف، انا اقدر، ده انا حبيبك. خلاص لو عايز تبقى حبيبي بقى بصحيح اكسبني، انا مكسبي دائم وكبير. بس الامر يا بروف محتاج شويه محفزات كده عشان الواحد يبقى اون فاير يعني. طب ولو البت دي قلت معانا؟ لا يبقى اقرا عليها الفاتحه، ولا اقول لك ما تستاهلش حتى الفاتحه كمان. لا لازم نقرا الفاتحه. قراءة الفاتحه على الميتين واجب. براحتك بقى. خد باللي ريقك. كام دول؟ كده everything is okay. افري ايه؟ everything غلط ولا ايه؟ امشي يا خلوصي. سلام يا بروف. خد everything واتكل على الله. سلام. هنادي الف حمد لله على السلامه يا ستي، نورتي الدنيا كلها. هو ده وقت زغاريت. فين عمر؟ خرج من بدري. خرج من بدري؟ ما تعرفيش ايه اللي حصل بينه وبين لمار؟ وسابت البيت ليه؟ وسما فين يا سما؟ استني بس يا ست، سما مش موجوده، خرجت. هي كمان خرجت؟ يا دي الخيبه. اهدي بس وخدي نفسك كده. نفس ايه دلوقتي؟ غوري من وشي غوري. الله يكون في عونك يا عم الحاج. اما اكلم عمر يا رب بقى ترد عليا يا عمر. مش شايفه انك اوفر قوي؟ يعني ايه اوفر؟ يعني مزوداها كده كأن انت الوحيده اللي عندك اخ عنده مشكله. مش كفايه شهر العسل اللي باظ؟ تمام، انا فوق بقى، لما تطمني ابقى حصليني. يا رب استر يا رب. ايه يا سلمى؟ انت بتعملي ايه كل ده؟ ما فيش، كنت ببص على المحل اللي جنبنا. على فكره عمر بره جاي عايز. طب يلا انجزي، عايزه امشي. كنت متاكد اني الاقيكي هنا. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا شكرا يا سلمى، هما كلمتين وهمشي على طول. انا ماشيه يا سلمى، ابقى اقفلي وحصليني. عمار انا جيت لغايه عندك عشان افهمك. وانا مش عايزه افهم حاجه يا عمر. ما تبطلي بقى العند ده. انت هتزعلي تاني؟ مش انت اللي قلت لي اعملي اللي انت عايزاه؟ كفايه بقى يا عمر، كفايه. لمار
هي لمار كده شكاكة طول عمرها، وده اللي خلاها تخسر ناس كتير. وانا ياما حاولت معاها بس للأسف مفيش فايدة. ناس كتير ازاي يعني؟ عمر، انت عارف كويس ان لمار طيبة جدا، بس احنا مش ملايكة وكلنا بنغلط. المهم ان احنا نعدي لبعض عشان الدنيا تمشي. لازم تحس بيا يا زوزي، مش عايزاك تزعل مني. انا مش زعلان. مش زعلان؟ ما هو كمان ما ينفعش ان في يوم وليله كده ابقى زي ما انت عاوز بالظبط. انا برضو ست مش طبيعيه، يعني عندي شويه عقد وكلاكيع كده، وانت اللي لازم تفكهم لي. انت مش مداني فرصه اصلا، وبعدين حبك لاخواتك بقى شيء مرضي. ايه؟ هو انا بقول لك ما تحبهمش، بس انا كمان برضو من حقي عليك انك انت من حقك وهم من حقهم، ولو قعدنا نقسم الحقوق مش هنخلص يا غازي. سيب الدنيا تعمل فينا زي ما هي عايزه، واحنا كمان نعمل اللي احنا حاسينه بجد. ويا سيدي مطرح ما هترسى هتحطنا. وانا فين اصلا من كل ده؟ عارف انت فين؟ انت هنا. عارف يعني ايه هنا؟ يعني احساس بيحسسني ان انا موجوده على وش الدنيا. اوعى تستهون يا غازي الاحساس اللي انا بحسه من ناحيتك. احساس ما بيجيش في العمر غير مره واحده وملوش تاني، وانا دايما بحمد ربنا ان انا لقيتك. انا مش عايز حد يشاركني فيكي، حتى لو كان الحد لا ارجوك ما تصعبهاش عليا. اخواتي دول حته مني. عارف يعني ايه حته مني؟ على فكرة البنت دي لخبطتني آخر لخبطة. أنا مش عارف هي عايزة مني إيه بالظبط، وإيه كم العقد اللي بقى فيها ده. هيفا ما كانتش كده أبدا. يمكن تبقى حاسة بحاجة بينا. حست إزاي بس؟ يا ترى أنت جبتي سيرة لحد؟ هجيب سيرة لمين يعني؟ وبعدين انت مالك اتخضيت كده ليه؟ احنا متجوزين على فكرة، ولا احنا عشان قاعدين في شقة مفروشة فانت نسيت؟ ما أنت عارفة إن دي ظروف مؤقتة، وأنت عارفة ظروفي. على فكرة بنتك مش محتاجة حد يقول لها حاجة. البنت في السن ده بتحس بكل حاجة تخص باباها. مفيش حد يقدر يحس بقيمة الأب غير اللي اتحرم منه بدري. دي تبقى نصيبة لو حست. خايف عليها ولا على الكرسي؟ أنا بنتي أغلى حاجة عندي في الدنيا. أغلى مني أنا كمان؟ تصدقيني لو قلت لك إني بلاقي عندك حاجات كتيرة أنا كنت محروم منها عندها. مصدقك. ما بقاش للكلام اي معنى ولا للعتاب له اي قيمه. كل حاجه بقت شبه اي حاجه، كله محصل بعضه يا ماما. حبيبتي انا امك، ما تبصليش كده. حتى لو اختلفنا دي حقيقه في الاخر، لا انا ولا انت نقدر نهرب منها. الام مش كلمه بتتقال عشان تقرب بيها المسافات، ولا حاجه ممكن تتنسي عشان تفكريني بيها. الام احساس، الام احساس موصول بقلب بنتها، ربطوا ربنا بحبل سري، بس للاسف بقى انت قطعتيه بعد ما بقيتي مخليه حلمك على قدك انت لوحدك وبس، وسخرتيني وسخرتي كل حاجه حواليك علشان تحققيه بما فيهم بابا. يمكن اتلهيت عنك شويه، بس ده علشانك وعلشان انت ما اتلهيتيش عني انا لوحدي، انت كمان اتلهيتي عن بابا، لحد بقى في كل حته بره بيدور على نقصه فيكي. معقول انت شايفاني بالوحاشه دي؟ انت اللي حاولتينا كلنا لمرايه علشان تشوفي نفسك انت وبس. طلمها كده ليه يا دكتور؟ يا فندم؟ يعني ما تنورها شويه، خلينا نشوف بعضينا. لا خلاص يا فندم، احنا خلصنا. تقدري تلبسي هدوم. ايه ده؟ لحقت بالسرعه دي؟ حنان، ده جوز الست. حاضر. جوزي بس خليه متلقح بره، بس انا بنكسر. خير يا دكتور، طمني، بس انا قلقان قوي.
لا مفيش حاجه، مفيش داعي تقلق خالص، ان شاء الله التحاليل دي هتطلع نتيجه كويسه باذن الله. بس انا شايف ان انتم مستعجلين شويه على حل المكان. اصل انا بقالي 3 سنين بحاول يا دكتور، وكل المحاولات بقت بالفشل. هستنى ايه تاني؟ ان شاء الله خير باذن الله، طمن المره دي. انا سايب المحاولة الجاية دي بقى عليك انت يا دكتور. ربنا يجعل على ايدك الشفاء يا رب يا دكتور. مش هوصيك بقى يا دكتور. كله على الله يا مدام، كله على الله. مروة انت لحقت تنسى. مال ايدك كويس من الموضوع ده يا مرتضى؟ 100% يا دكتور. اوعى تغلط، اي غلطه ممكن تودينا كلنا في 60 داهيه. عيب يا برنس، ميزك. بس هي الحكايه حراقه شويه. يا مرتضى هي ناقصه، ناس جرالها ايه، ناس كلها طمعانه، كله عامل زي المناشير. ايه ما بقاش عندهم ضمير؟ الدنيا بقت وحشه قوي يا دكتور. مش كفايه عليا الواد اللي بلاني بيه نيازي ده، عامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. المعلومات اللي عندي بتقول ان الواد ده والبنت اللي معاه وراهم حكايه تخص عمر. ايوه، ما البنت دي متجوزه عمه اللي اسمه حافظ ده. لا 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 لا، الحكايه فيها ان تانية خالص. ايه، في لعب من ورايا ولا ايه؟ طب ولو في لعب لحساب مين؟ لحساب نفسهم. يهبشوا من هنا شويه ومن هنا شويه. الله، مش بقول لك بقى الناس طمعانه؟ عشان بتبدي غازي عليا. شفت انا بعمل ايه وهو غرقان في العسل ومكبر. ما هو انت لو مالي ايدك هنكبر كلنا يا مرتضى. تصبر يا اخوي. تسلم يا شكرا. يلا يلا يا قطه، امشي يا ابني، امشي العمر، امشي لمينا تعالوا يلا بس ولا بس يلا اخلص اخلص اطلع اطلع. ما بدري يا هانم. تينا انت جيتي من السفر امتى؟ يلا بقى ابلعي ريقك ودوريها كده في دماغك لحد ما تلاقي كدبه زي كل مره. انت ايه اللي بتقوليه ده يا تينا؟ في ايه؟ كنت فين يا بنت لحد دلوقتي؟ ها؟ كنت سهرانه في عيد ميلاد واحده صاحبتي. واحده صاحبتك؟ وريني الشنطه دي. ها ايه؟ ترشيتي بقولك وريني الشنطه دي. انت هتفتشيني يا تينا ولا ايه؟ اعتبر نفسك في لجنه يا روحتينا. هاتي يا بنت هاتي. ما انا قلت لك يعني انا كنت سهرانه في عيد ميلاد واحده صاحبتي، ايه لازمته بقى اللي انت بتعمليه ده؟ يمكن الاقي تورتايه ولا حته جاتوه، اصل نفسي اتهفت على ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ انتي يا بنت انتي جايبه الفلوس دي منين انتي؟ صراحه انا متضايق. معلش يا قبطان، ومحتاجك. انا اخوك.
طب بص يا صلاح، يا انت اخويا. طبعا يا كابتن. لو سالتك في اي حاجه هتقول لي الصراحه. طبعا، انت على رقبتي، انت اخويا. الصراحه طبعا. وانا عملت مصايب كتير قوي كده. اكيد طبعا. اكيد هتقول لي الصراحه ولا اكيد ايه؟ مش فاهم. لا اكيد بصراحه عملت مصايب. انا عملت مصايب؟ جاتك البلا. طب جاملني، يعني قول لي جاملني يا اخي. اغشك يا كابتن. ما تغشنيش يا اخي، خلاص هتعمل لي فيها الطهره. ما مش قليل الاصل برضه. بس انا خلاص بقيت يمين وماشي يمين. ما يمكن معاليك اشول وانت مش واخد بالك. ده ايه السكر اللي على الميسه ده؟ لا يعني ايه السكر اشول ده؟ طب يعني. خلاص بص، يعني بتحتف شمال غصب عنك، يعني غصب عنك. ده حتى الشمال اسرع وافضل. هزر. طب بص، بصراحه اديك بتجيلي وبتاخدني من العياده كل يوم. هل بامانه وبصراحه في مره من المرات من ساعه ما تبنا الى الله من ساعه ما تبنا الى الله فاكرها. في مره قلت لك يا صلاح خدني كده ولا كده؟ بصراحه لا. اغشك؟ ما حصلش بصراحه لا. الحمد لله. طبعا. طيب من يوم ما تبنا الى الله هل في مره من المرات شفتني بكلم واحده من بتوع زمان مثلا؟ انت بتفتكر يا ابني ولا؟ لا الشهاده لله، بتوع زمان هم اللي بيجوا لغايه عندك. بلاوي يا صلاح وبتتحدف عليا، بلاوي واختبارات كلها من عند الله. بص يا قبطان، انا هقول لك المفيد. قول لي يا صلاح. من اعمالكم سلط عليكم. يلا مش من هنا. يلا مش من هنا فين؟ من هنا. ماشي يا قبطان. فعلا من اعمالكم سلط عليكم. سوري يا سما، بس اللي بتقوليه ده ما يدخلش دماغ عيل صغير. من فضلك دي حاجه بيني وبين اختي، ما تتدخلش انت فيها خالص، مالكش فيه. بت احترمي نفسك واتكلمي بادب. انا ما غلطتش يا تينا، ده حقي. لا غلطتي ولازم تعتذري. نعم اعتذر؟ انا ما عملتش حاجه غلط اصلا عشان اعتذر. انت لسه بتقاوحي. تعالي هنا، انزلي قدامي، اعتذري حالا لغازي. يلا خلاص يا تينا، سما برضو اختي الصغيره وانا مش زعلان منها، وبعدين هي دلوقتي في موقف صعب وبتلطش. سامعه بيقول ايه؟ يقول اللي عايز يقوله. انت فعلا اخته الصغيره وهو زي اخوك الكبير، ومن حقه انه يربيكي برضه. بس اخوها لسه على وش الدنيا يا تينا. تعالى يا عمر، شوف اختك عملت فينا ايه. انا ما عملتش حاجه غلط، وبعدين يعني مش من حق اي حد غريب انه يتدخل في خصوصياتي. خصوصيات ايه؟ من خصوصيات انت يا بت؟ ها؟ من امتى صوتك بيعلى في البيت كده يا تينا؟ اسال هانم اختك. وهو كان حصل ايه لكل ده؟ مفيش حاجه يا عمر، كل الحكايه ان سما رجعت متاخر قوي، ودي مش اول مره. وبعدين تينا لقت في شنطتها فلوس، بتسالها جايباها منين، بتقول محوشاها. لتاني مره بقول لك مالكش فيه وما تتدخلش ما بيننا. لا بقى، ده انت لازم تقفي. تينا ما انت شايف ان ده دمها. هي ما قالتش حاجه غلط، اي حاجه تخص سما تخصنا انا وانت وبس. غازي ملوش دعوه. انت بتقول ايه يا عمر؟ بقول اللي انت سمعتيه. اظن كلامي واضح. اوكي يا جماعه، انا اسف جدا ان انا اتدخلت بينكم، عن اذنكم. استنى يا غازي، انا جايه معاك، وانت اقعد مع اختك وشوف عملت ايه يا دكتور. ومن هنا ورايح اللي جوزي ماليش دعوه بيه، انا كمان ماليش دعوه بيه. مش عارفة. بلاش خايفه من ايه؟ خايفه من مين؟ مش عارفة. صفوة، احنا ما صدقنا انك اتكلمتي. قولي لي عشان اقدر اساعدك. أنا مش عاوزة حد. بس انا مش حد، انا الدكتوره بتاعتك. مش عاوزة حد. طيب انا هقولك على اسامي وانتي قولي لي يقربوا لك ايه. دكتور عمر. هو فين؟ ايه عايزاه؟ عايزه تتكلمي معاه؟ لا مش عاوزة حد. طيب دكتور غازي. أنا مش عايزة حد. تريك مش عايزة حد. خفتي كده ليه؟ أنا مش خايفة. أنا عاوزة أنام. انا هسيبك تنامي،
بس جاوبيني على اخر سؤال. حبيبتي لازم تتكلمي عشان اقدر اساعدك. طب ايه حكايه السجل اللي انت كنت امشي اطلعي بره، امشي اطلعي بره، انا مش عايزه حد، انا عايزه انام. اقفلي النور، انا خلاص، انا نمت خلاص. خلاص اهدي. خلاص امشي، انا مش عايزه اشوف حد. خلاص ما تخافيش، حقك عليا. خلاص اهدي، انا امشي. أول مرة في حياتها صوتها يعلى عليا، وأول مرة تاخد موقف ضدي. أنا بجد مش مصدق. هنا يا حبيبي معلش، تينا دلوقتي ما بتفكرش بعقلها، وبعدين هي مش عارفة بتعمل ايه. كل اللي هاممها انها تعوض اللي فاتها. أيوه ماشي، بس هي عارفة كويس برضه إن أنا أكتر واحد هيفرح لها الدش ده. خلص الموضوع. ها ثواني. بص يا سيدي، كل دي بنج دو، كل دي بنج دو. الانسان لما بيلطش في اقرب الناس حواليه. ليه؟ لان عارف انهم هيستحملوه. انما تينا دلوقتي كبرت وما بتخلفش، ثم كمان هي مش ضامنه جوزها. انت عندك حق، بس اللي انا بقى كنت خايف منه ابتدى يبان. دويك، هو ايه اللي ابتدى يبان؟ وش من وشوش غازي اللي انا ما كنتش عامل حسابه. طيب ايوه، بس احنا برضو مش عايزين نظلمه. انا مش عايز اظلمه، كل دي درجي، كل دي درجي. مش مشكله، هي تفرق. انت نسيت هو عمل ايه في صفوه؟ دش. لا ما نسيتش، بس احنا برضو مش متاكدين. يا رب يخيب ظني ويطلع مش زي ما انا فاكر. يوه شيك، ودي شيش، ودي يك. يا رب. مين اللي بيطلبك في نص الليل كده؟ انا عارف. ما ترحم نفسك بقى من مكالمات نص الليل دي. ارحم نفسك، خسيت النص. خسيت ايه من ساعه ما غزال سابتني؟ انا مخي بيودي يجيب، حتى مش مركز. غلبتك 10 بس. الو. ايوه. ايه ازاي ده حصل؟ مين؟ ايوه، وانت فين دلوقتي؟ مين اللي بيكلمك؟ مش انت انت فين دلوقتي؟ انت فين دلوقتي؟ مين دي؟ ايوه خلاص، طيب مع السلامه. مع السلامه. في ايه؟ انا مش ناقص قلق. باريزة ممسوكه في الاسم. 60 داهيه. عايزانا نلحقها. تبنا الى الله، تبنا. في واحدة تبقى ندمانة انها بتحافظ على كرامة جوزها؟ انا مش ندمانه، وانت كرامتك عندي بالدنيا دي كلها، بس انت ما تعرفش عمر بالنسبه لي. يوه عمر، انا عمري ما شفت واحدة بتبدي اخوها على جوزها. قلت لك مليون مره من فضلك ما تحسبهاش كده. انت اللي بتخليني احسبها كده. احسبها كده. حصل خير ولا ما حصلش؟ خلاص ما بقتش تفرق. ما بقتش تفرق بعد كل اللي عملته معاك. عملت ايه؟ كلمة حق قلتها لاخوكي؟ ده انا اول مره اعلي صوتي على اخويا، اول مره العلاقه بينا تبقى عامله كده. انت ما تعرفش عمر بالنسبه لي ايه. ظهر انت اللي نسيتي انا بالنسبه لك ايه. لا ما نسيتش، انت جوزي وحبيبي وفرحه عمري اللي عشت كلها مستنياها. اعذرني. اعذرك يا حبيبتي، بس انا مش هقدر استحمل دموعك دي. خلاص همسحها اهو. لا، انا عاوز اشوف الابتسامه اللي بتنور لي حياتي كلها. مش هي دي برضه، دي لسه مكسوفه. ايوه كده، خلي الدنيا تنور وتضحك لنا. يا غازي، النهارده بس انا عرفت بحبك قد ايه. يا باشا الانسه مجني عليها مش متهمه، وده مثبت بشهاده الشهود واقوال قوه الشرطه. انت ايه اللي وداكي حته مقطوعه زي ديت في الوقت المتاخر ده؟ وبعدين ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ انت معاكي بطاقه؟ يا باشا والله العظيم انا كنت لابسه عبايه، بس هم اللي قطعوها من عليا، والخدمه شريفه انا ما كنتش رايحه الحته دي ابدا. انا لا مؤاخذه يعني ركبت توك توك وكنت رايحه اقضي مصلحه، بس صاحب التوك توك وزمايله طمعوا فيا وهم اللي ودوني الحته دي. صوت قلت لتيني يا حكومه، وبصراحه الحكومه ما كدبتش خبر ولادها فوق راسي. يبقى مجني عليها ولا لا يا باشا؟ واضح، بس على العموم هي هتتعرض على النيابه وهم اللي هيحققوا معاها. لا، النيابه يبقى فيها حجز. دكتور عمر النواوي اشهر من نار على العلم، وهو على استعداد يطلعها.
دكتور عمر مين؟ ايوه انت على استعداد تتمنى. كمل يا دكتور الله يكرمك. بس لما نعوزها في النيابه هتيجي تقول اقوالها. عندك استعداد تضمنها يا دكتور عمر؟ دكتور عمر مين؟ انت حضرتك انت مش الدكتور عمر ولا ايه؟ انا هو الدكتور. ماشي مش انت دكتور. ماشي. متعب 5 دقايق والدوريه تبقى قصاد الجسم. تمام بالتوفيق ان شاء الله يا رجاله. على بركه الله. اخفي وشك بالشال، وجه سلاحك صح، ما نبي حد صاحي يقطرنا. ماني مطمن للعمليه هذه يا دهشوري. ليش يا متعب؟ هنرجع للجنان ده تاني؟ تبونا نقتل ضباط وعساكر ليش؟ هذول اهلنا وناسنا، ايش سووا؟ والفلوس اللي بتريدها هذه الوفات يا متعب. ملعونه الفلوس، ملعونه الفلوس اللي تيجي من الخيانه. انا ما اقدرش اقتل ضباط وعساكر، ما اقدرش. ايش ذنبهم؟ ذنبهم احنا مالنا، احنا نعمل المصلحه ونقبض ونقلع. افهم. ماني فاهم. افهم يا دهشوري، هذه خيانه رخيصه قوي. انا ما اقدرش اخون. عن اذنكم انا ماشي. ماني خاين. متعب. ايوه بس بالطريقه دي متعب ممكن يكشفنا. يكشفنا؟ بقى دي عامله تعملها فيها يا متر. اقول لك تلحقني تقوم تدبسني انا. ما كانش في حل تاني يا قبطان، وبعدين انت قلت لي خرجها باي طريقه. ما ماشي باي طريقه، مش لدرجه اني اضمنها. دكتور عمر انا عارفه ان انا تقلت عليك. تقلت ايه؟ تقلي براحتك، ما تنسيش انك مرات عمه. بقول لكم ايه، انا لحد كده كفايه. فعلا يا غزال كفايه. كفايه. ايوه ما انا بقول لها فعلا يا غزال كفايه، سيبك منه. يا عمر حد جيب شنطه العربيه، لسه عايش. لله ولاد الكلب منهم لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. انت عايش؟ هات وين معقولة؟ افتح الشنطة بسرعة. بقول لك يا بروف، خلوصي ما يعرفش ابوه قدام المصلحه. انا قلت يمكن قلبك حن وفكرت انك تخفيها عني. لا، ما في معلومه مهمه قوي لازم تعرفها عن خلوصي. خلوصي قلبه بينبض عشان يعيش، مش عشان يحب ولا يحس. والبت اللي فص ملح وداب دي هجيبها لك حتى لو رجعت بطن امها. طب مش جايز تكون بعت نفسك لنيازي زي ما بعتها؟ لا، ما في معلومه تانية برضو مهمه عن خلوصي. خلوصي لا يباع ولا حتى بيشتري. يشتري؟ واطي يعني. طب واطي، قول لي بقى انت ليه قافش في ديله كده مع انك عارف ومتاكد ان ديله نجس؟ العباره وما فيها ان الراجل ده ناب ازرق وجز عليا قبل كده حبتين. قلت ده خلوصي الايد اللي ما تعرفش تقطعها بوسها. حكيت معاه، قلت يجوز من الممكن ان يشدني وينتعني من نفخ العجل والشغل القطاعي. عربي يا خلوصي؟ وترسى يا ابني على بره، عربي ولا انجليزي؟ برر مع بعض يا بروف الاثنين. برر؟ يس. وبعدين يا بروف الراجل قال لي كلمه عجبتني قوي. قال لي انت خساره في الموت يا خلوصي. هوب كلوب راح مديني كوبايتين شاي وسجارتين حبست بيهم. رحت حكي له على مشوار السي دي بتاع الدكتور عمر. قلت اديله من بابه واخد حسنتي. لا استنى ارجع بقى ورا شويه يا ابني، مش لورا كده، اقعد عدل. ماشي. قول لي بقى ايه حكايه السي دي بتاع الدكتور عمر ده؟ السي دي يا بروف ما انتهاش كل حاجه. ايوه يعني في ايه السي دي ده؟ فضيحه الدكتور عمر فيها. ما نيازي قال لي ان مرسيك على كل حاجه بأمارة ان قلت له يعني ان الموضوع ده لعب عيال، والدكتور عمر هيقول عليه يعني فوتوشوب ومتركب. يا ابن الكلب. هو ابن كلب قوي. ده مين ده؟ نيازي هيلعب ورا يا بروف. ابدا، ضحك عليك وكان عايز يعمل العمليه لحسابه هو لوحده، بس الصراحه انت طلعت اصيع منه وجبتهولي لغايه حجري. طب واللي جابهولك لغايه حجرك ده ملوش حلاوه يعني؟ والسي دي ده فين؟ مع نيازي؟ عيب، مع خلوصي ده، انا حتى عندي السورس بتاعه. طب بص بقى يا خلوصي، انا عايز السي دي ده باي شكل،
وبأي تمن. حلو حلو قوي الكلام. تمن انت البضاعه بقى. اشوف البضاعه وبعدين اتمنها. بالليل في الليل اجيبها لك وازوقها لك واجيبها لك لغايه عندك. طب انت مخبي السي دي ده في حته امان؟ يا بروف انا قلت لك خلوصي. قول خلوصي. ماشي يا قول. يبقى الاول نعمل مكالمه التليفون اللي اتفقنا عليها انا وانت، وبعد كده تزق عجلك تروح تجيب السي دي وترجع لي. الحساب تقل قوي كده يا بروف، مفيش مشاكل. جيف مي النمبر. خلاص هديك النمبر. واسمها ايه بقى؟ هير نيم از لامار. يعني اسمها ايه؟ لامار يا حمار. ايوه انا لمار. مين معايا؟ يعني ايه مش مهم؟ انت كذاب كذاب، واوعى تتكلم هنا تاني، سامع؟ اي مستشفى؟ الو مين يا لمار؟ مفيش حاجه. ازاي مفيش حاجه؟ انت مش شايفه وشك متغير ازاي؟ مين اللي كان بيكلمك وغيرك بالشكل ده؟ لمار يا بنتي ما تقلقنيش، مين كان بيكلمك؟ واحد بيقول لي ان عفة كانت حامل من عمر. عفة؟ مش دي البت اللي كانت؟ ايوه الزفته بتاعت الفرح وبتاعت شهر العسل. اكيد حد عايز يوقع بينكم، يعني واضحه جدا. ده بيقول لي لو مش مصدقه كلمي المستشفى اللي بيشتغل فيها عمر وانت تصدقي. خلاص يا ستي نكلم المستشفى عشان نتاكد. ازاي يعني؟ هنكلم مين وهنقول له ايه وازاي؟ سيبي الحكايه عندي انا، اديني بس انتي الرقم. اسمعي الكلام بقى. تعالي عشان خاطري، ممكن تهدي؟ يلا. انا مش مصدقه اللي بسمعه. انتي وحسام؟ وازاي انا معرفش؟ وانتي ليه ما قلتليش؟ وهو ليه خبى عليا؟ كنتوا خايفين من ايه يا عفة؟ ما كانش خوف يا يارا، ده دماغ اخوكي عشان لعبته تكمل. ما كانش عايز يبقى فيه شهود عشان حكايته تفضل في الضلمه، عشان يوم ما يحب يخلع محدش يلمحه ولا تتهز صورته قدامنا. انا كرهته قوي، انا كرهته على قد ما خلاني اقدر اكره بابا واقدر اكره عمر. بس انا حول كل الحب اللي جوايا لنار، حرقت بيها كل الناس اللي حبيتهم. كأنك بتكلميني عن حد انا ما اعرفوش. ده نص مشاكله في بيتنا بسبب الحريه اللي بيحلم بيها، الحريه اللي بسببها دخل السجن. ده كان طول الوقت بيعلمنا دافع عن حريتي وابقى صادقه قدام نفسي، يجي هو في الاخر ويطلع كذاب قوي كده. انا مش قادره اصدق. وايه اللي يتصدق في كل اللي بيحصل حوالينا يا يارا؟ احنا عايشين في سيرك مليان ناس بترقص على حباله، وفي الاخر كله متشعلق على الهوا. احنا ازاي بقينا كده؟ معقول اقرب ما لينا يبقى بعيد عننا قوي كده؟ انا ابتديت اخاف. وانا ابتديت افوق. قلت طبعا ما اعرفوش، وانا لو قلت اني اعرفه هضطر اجيب سيره لمار، وانا مش عايز ادخل لمار في حكايه زي كده. انا ما اعرفش ايه اللي جابني عندكم، يمكن كنت محتاج احس اني مطمن بعد اللي شفته. إلهي ربنا ياخدهم قتالين القتلة. ناس واطية تموت ملوش حرب عندهم. راجعين فوق المنشط زي الاشباح، لا ليهم سعنة ولا شكل ولا طعم ولا لون. وانا بعالج اللي اتصابوا حسيت برعشة غريبة في ايدي، زي ما يكون مش متعودة على ريحة الموت، بقالها سنين بتسحب الحياة من بطن الأمهات. كنت سامع صرخة كل طفل جه على ايدي، وانا شايف الموت بيتسحب على اللي بينزفوا ومش خايفين. هيجيبوهم من رقبتهم ويسحلوهم. اتكلم مين اهو؟ هيجيبوهم من رقبتهم ويسحلوهم زي ما جابوا اللي زيهم. مالك يا حبيبتي كفل الشر؟ بعد اللي حصل بصراحة الله يكون بعونك. أنا أول مرة أشوف الموت عيني عينك كده، ساعتها وأنا جسمي متلبشة وقلبي مقبوض ومش حاسة بركبي وريقي ناشف زي الحجر. ولما جريت عشان أجيب لك الشنطة حسيت لأول مرة بعمل حاجة عدلة في حياتي. ساعتها قرفت من نفسي قوي وتمنيت إني كنت مت مع الناس اللي ماتت. استهدي بالله يا حبيبتي، وكلي لقمة عيش وملح معانا وانتي تروقي وتبقي زي الفل.
يعني ما سالتونيش مين باريزه؟ ضيوفك يا قبطان اصحاب بيت هنا. طب ما يلا بينا بقى يا قبطان علشان اختك زمانها قلقانه. حاجه وقله مش قبل ما نكمل اكلنا. طب بقول لك يا رزا، يا ريت تاخدي باريزه معاكي تغسلي لها وشها. عينيا. قبطان، انت ليك امانه عندي عايزه اديها لك. امانه ايه؟ يا بنت الجزمة يا باريزة، عملتيها يا بنت الكلب. حياتك يا ولدي، قالوا لنا ان في ولد من اولادنا موجود هنا ومش عارفين ايش صار. اسمه ايه يا عم الحاج؟ متعب. انتوا بقى قرايبه؟ احنا ولاد عمه. وانا ابقى عمه يا ولدي. خير، ايش صار؟ لا هو مش خير خالص يا شيخنا. ليه كفلنا الشر يا ولدي؟ هو بين الحياة والموت دلوقتي، واحنا مستنيينه لما يفوق نعرف ايه مدى علاقته بالحادث وايه سبب الرصاص اللي صابه. رصاص مين ده؟ دول مجموعة ارهابيين اعتدوا على الدورية الراكبة. ارهابيين؟ كيف يا ولدي؟ وغالبا كده هو واحد منهم. قلت يا رب، قلت يا رب. استني بس يا بنتي، رايحه فين وانت عامله كده؟ سيبيني بقى يا سلمى، مش قادره استحمل اكتر من كده أرجوك. لا مش هسيبك وانت عامله كده، ممكن تهدي بقى شويه؟ انا كويسه يا ست، اديني مفتاح الشقه بس وخليني امشي. طب استني هقفل واجي معاكي. لا مفيش داعي تيجي معايا، انت تفضلي قاعده هنا في الشغل. اديني مفتاح الشقه عشان الم هدومي وارجع البلد. بلد اللي انت راجعاها دي، انت هبله ولا ايه؟ خلاص بقى يا سلمى، كفايه اللي حصل لي. انا راجعه البلد. ايوه راجعه البلد لابويا ولاهلي. عايزه ارتاح. ممكن تهدي كده دلوقتي وتروحي بيتك تاخدي لك شاور سخن عقبال ما اجيلك ونفكر نعمل ايه؟ وبعدين يا ستي ايه اللي مخليكي متاكده ان كلامه صح؟ مش يمكن قاصد يوقع بينكم؟ بس يا سلمى مش عايزه اسمع السيره دي تاني. هو فين المفتاح؟ مستنياكي. مش هتاخر عليكي. قال ترجع لاهلها. قال جاهز زي ما اتفقنا. سلام. كل دي نسخ؟ يخرب بيتك، الواد القصير ده كان يعمل فيها ايه؟ انت سرقتيهم منه؟ كان مخبيهم في المكنه اللي كان مداريني فيها وفكرني نايمه يا اخويا على وداني. المهم هو بس دي اخيرا هنتفرج. اتفرج على ايه؟ بس انت بتقولي انه شراني وممكن يأذيكي. يا اختي ايش ياخد الريح من البلاط؟ ايه ده؟ هو ده فيلم السيكو سيكو بتاعك يا قضبان؟ احترم نفسك. يا سلام، دي هتبقى فرجة عنب. ما هو ده تمامك، فرجة عنب. ادينا نتفرج على العنب. باريزة بس دي كلها نسخ، اكيد ليها اصل. احنا لازم نخلص من الاصل قبل ما خلوص يخلص علي. دلينا على مكانه واحنا نخليه كوم تراب. هدلكم وعارفه مكانه فين. حلو. الو. ايوه انا الدكتور عمر. مين معاه؟ ايه؟ بتقولي ايه؟ الو. لا مش ممكن. هو في يا عمر؟ عملتها قبلك على فكرة. انت عايز مني ايه بالظبط؟ مش فاهمه. وبعدين ايه اللي انت عملتها قبلي دي؟ يعني قعدت لوحدي وقعدت اتأمل في الدنيا، بعدت عن كل حاجة وسبت كل الناس. بس انت فاكرة ان هو ده الحل؟ اظن لو انت عندك معلومه عايز تقولها فانت قلتها قبل كده وخلاص خلصنا. على فكرة انا لا جاي اغلس عليكي ولا تطفل، بس انت بجد صعبان عليا. ليه ان شاء الله؟ شايفني مقطعه هدومي وانا ماشيه في الشارع بشد في شعري؟ هو انت ليه على طول قافشة ومتنشنة كده؟ انا حره
اقول لك انا سايبه لك مخدره وماشيه. لا 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 استني، انا بجد عايز اتكلم معاكي. لو انت عايز تتكلم معايا في حكايه حبيبتك مع بابي فدي مش فارقالي، لاني بقت حكايه ممله وقديمه وبعدين مش داخله نفوخي. بس انا مش جاي اتكلم عن حكايتي، انا جاي اسمع حكايتك انت. هو انت يا ابني شارب لك حاجه على الصبح وجاي تفوق عليا؟ ما كلنا شاربين المر من الكدابين اللي حوالينا، وانت فاهمه قصدي كويس. تقصد ايه بالكلام ده؟ تعالي معايا وانا اوريك انا اقصد ايه. اجي معاك فين؟ احنا بنحاول نقرب الناس المنسيه عشان نفكرهم ان الدنيا لسه بخير. على فكره احنا ما بنديش حد فلوس ولا لينا اي اتجاه سياسي. كل اللي بنعمله لما نلاقي حد عايز يتعلم بنعلمه، ولو واحد مش فاهم وعايز يفهم بنفهمه. اهم حاجه بنعملها ان احنا بنقف قدام الكدابين ايا كانوا بقى، تبع الحكومه او تبع المعارضه او ما بينهم حتى، مش فارقه. طب انا برضو يعني مش فاهمه لحد دلوقتي الاتوبيس ده رايح على فين بالظبط؟ الاتوبيس ده رايح حته منسيه، يمكن انت ما تسمعيش عنها اصلا. بنروح نشوف الناس ونقعد معاهم، بنحسسهم ان احنا معاهم. طب وانت ليه اخترتني انا بالذات عشان تقولي الكلام ده؟ عشان سمعت عنك كتير وعرفت حكايات وحكاوي ملهاش اخر، طلعت منها في الاخر بنتيجه واحده بس. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ لانك زينا بتكرهي الكذب والكدابين. ها نجرب؟ بص يا علي، انا جربت بلاوي كتير قوي في حياتي، ما يدورش لو اجرب حاجه جديده يمكن تطلع هي اللي صح. يلا بينا. يلا.